طوت معركة الفلوجة يومها الثالث وطفقت المخاوف تتحول إلى وقائع. لقد بات واضحا أن استهداف المدينة يتجاوز تخليصها من مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية كما يردد الإعلام الحكومي ومعه منصات الدعاية الطائفية التي كشف خطابها التحريضي عما يمكن اعتباره عقيدة للمعركة وأبعادا طائفية لها. من أجل ذلك احتاج الأمر إلى استدعاء كل الصور والرموز والمعاني المذهبية جنبا إلى جنب مع الحشد العسكري والميليشياوي غير المسبوق. فبينما يتزايد عدد القتلى المدنيين وتسوء أوضاع عشرات الآلاف العالقين داخل المدينة، ها هم قادة الميليشيات والقوى السياسية الشيعية يتوافدون تباعا على غرفة العمليات في أطراف الفلوجة. نور المالكي زعيم حزب الدعوة زار مواقع ميليشيات الحشد الشعبي، ومن تلك المواقع وجه تهديداته لأهالي الفلوجة. تحرير الفلوجة قريبا إن شاء الله، هذه البؤرة التي طالما كانت رأس الأفعى التي خرجت الكثير من القتلة والتكفيريين. في قائمة الذين شدوا الرحال إلى جبهة الفلوجة أيضا عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، الذي أشاد بما سماها الانتصارات على العصابات الإرهابية. وقد سبقه إلى هناك قائد ميليشيا بدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري. يبدو الانخراط في الهجوم على الفلوجة إذن الاستثمار الأمثل للسياسيين الشيعة في العراق هذه الأيام، فالعملية تمنح رئيس الوزراء حيدر العبادي متنفسا في الأزمة السياسية الخانقة من خلال تحويل الانتباه عن مطالب الإصلاح. إنه ببزته العسكرية يقدم نفسه كقائد يقاتل الإرهاب لا حاكما يقتل المتظاهرين في بغداد، وذلك قد لا ينفصل عن أهداف المالكي والحكيم والعامري وغيرهم لجعل الفلوجة عامل توحيد للكيان الشيعي الذي أصابه من الانشقاق والتصدع ما قد يهدد بانفراط عقده. وحيث يتسع الإطار الطائفي إلى أبعد من العراق، فإن الفلوجة تشهد على أن معركتها ليست شأنا عراقيا خالصا كما يروج لذلك، إنها معركة إيرانية أيضا. كيف لا والجنود الإيرانيون بحسب تقارير كانوا من أوائل الواصلين إلى الفلوجة، وقائد لواء فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في قلب غرفة عمليات المعركة يقدم الاستشارات وربما الأوامر كما فعل في محطات عراقية سابقة، بينما لا يتردد مستشاره الجنرال إيرج مسجدي في اعتبار تطهير مدينة الفلوجة خطوة لحماية الشيعة ودرء المخاطر عن إيران.